مساء الخير سيدتي. عندما صعدنا إلى الطائرة المتوجهة إلى مدينة طرابلس الفرنسية، وصل خبر المفتاح أن فرد مفترض من عائلة الطرابلسي موجود على متن الطائرة. الطاقم طلب منه جواز السفر، ثم اتصل بمسؤولين أمنيين وطلب منهم يعني فقط التحري. أقل من دقيقة قالوا هذا شيء الشخص غير معروف واسم فقط متشابه. شك الطاقم يعني في الرواية وطلبوا حضور الجيش. تماطل الأمن بطريقة غريبة عجيبة، يعني عطلت الطائرة مدة ساعتين أو ساعتين، فحضر فرد من الجيش يعني واحد يعني ذو مستوى عالي زي مدني وقدم البطاقة، وكانت مكالمة هاتفية عدة ثم سلم لهم. نحن يعني بنزولنا إلى مدينة ستراسبورغ كنا جماعة من المسافرين شكلنا لجنة لكي تكون شاهدة على الأحداث. نعم، يعني هل يخشى على طاقم الطائرة من مضايقات في الفترة اللاحقة بسبب ما حدث؟ لذلك نحن نقول نحمل الرئيس فؤاد المبزع المؤقت وكذلك رئيس الحكومة المؤقت محمد الغنوشي ووزير داخليته القديم الجديد مسؤولية أمن وسلامة الطاقم بكامله نساء ورجال. سيدتي، قبل طلوعنا خروجنا من القاعة إلى الطائرة غيروا تلك الجماعة من الأمن بالزي المدني المدججة بالسلاح، غيروا المكان، غيروا القاعة وذهبنا إلى قاعة أخرى، مما خلق حالة الفوضى، والناس أصبحوا يتجاروا في الأروقة بحثا منهم من فقد حقيبته، فاغتنموا تلك الفرصة لكي يصعد هذا الشخص. أنا لا أقول يعني 100% أنه طرابلسي، لكن رأيت اسمه تيسير الطرابلسي. دخل 7 جانفي إلى تونس وخرج اليوم، حاول الخروج اليوم، أخذوه، ولكن الأمن بالزي المدني والمدجج بالسلاح الذين كانوا على الأرضية في أرضية المطار كانوا يشيرون بالأسلحة بطريقة توحي أنهم كانوا يهددون. لذلك نجدد النداء إلى الشعب التونسي، نقول لهم قفوا وقفة الرجال مع عمال الخطوط الجوية التونسية الذين هم وقفوا في وجه هروب الطرابلسي وعائلة فنعني الأولى، وهذه المحاولات تتكرر فيوجد في المطار رجال أمنيون ما زالوا موالون للنظام، وكل لاحظ هذا اليوم. الناس كانت خائفة جدا. نعم، شكرا يعني لك رشيد وسلاتي، كنت معنا من ستراسبورغ، شكرا لك.